السلام عليكم. لكل حد عم يسأل عنا كيفكم، وإن شاء الله تكونوا بخير. إحنا في قطاع غزة إحنا مش بخير، إحنا بنمر أبشع أيام بنعيشها في حياتنا. صارنا سنتين وإحنا لحنا عايشين مثل العالم، ولا أطفالنا عايشين مثل العالم. إحنا بنات غزة بنموت وإحنا بنشوف المجازر 24 ساعة قدامنا. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا بنموت واطفالنا قدامنا بموتوا، وهم بيصيحوا بدهم ياكلوا وبدهم يشربوا، بدهم يعيشوا ابسط حياتهم اللي محرومين منها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل خذلنا. بس سؤال بدي اسألكم اياه، هل هانت عليكم غزة؟ هل هانت عليكم غزة؟ صارها سنتين وهي بتقاوم لحالها. المجاعة مثل ما بنحكي بكل فيديوهاتنا، المجاعة اللي بنمر فيها وكل يوم بيجي علينا. احنا في قطاع غزة يوم صعب بكون علينا، يوم صعب بمر علينا. يعني في قطاع غزة احنا بنمر درجة الحرارة اليوم كانت عالية كتير مرتفعة. ورغم هيك قاعدين في الشوارع، احنا قاعدين في الشوارع. يعني في ناس زي مثلي بتنام في الشوارع، وفي ناس بيحزنوا على النساء بنات غزة بيجوا بنايموهم في الخيمة، واحنا والله العظيم ما لا هم بيعرفونا ولا احنا بنعرفهم. حسبي الله ونعم الوكيل. عشان تعرفوا وين كرم أهل غزة، اللي بده يتعلم الرجولة والنخوة يجي على غزة. بعلموه شباب غزة ونساء غزة وبنات غزة الكرم. لا احنا صارنا سنتين لحالنا بنواجه كل شي لحالنا في ظروف المجاعة القاسية. مثل ما حكيت يعني في أول الفيديو، هل هانت عليكم غزة؟ واليوم كانت كمان نتائج التوجيه تاعت الضفة. فهذا اليوم احنا بكون مقدمين طلابنا وبنحتفل فيهم. فهذا اليوم طلابنا صار لهم 2006 و2007 وهلا 2008 بلا مستقبل إلهم، بلا مستقبل. يعني ما قدموا امتحاناتهم. يعني شو ذنبهم الأطفال هدول، الطلاب هدول ما يدرسوا مثل العالم، ما يعيشوا حياتهم وطفولتهم مثل العالم. احنا مش ملاقين اكل ونشرب كمان، ومش عايشين مثل العالم. ورغم هيك هينا صابرين ومحتسبين، ويوم الخصوم من الفقي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. انا في كل فيديوهاتي بطلع وانا اقسم بالله تعبانه وما انا قادره احكي، بس رغم هيك بدي احكي معاكم وافرجيكم المعاناه اللي احنا بنعيشها في قطاع غزه. حسبي الله ونعم الوكيل. راح نضلنا نتحسب على كل متخاذل خذلنا، على كل متخاذل خذلنا في قطاع غزة، وسابنا أطفالنا ونسائنا، وساب بنات غزة يتوجعن من الألم ومن الجوع. شو ذنب الأطفال هذه؟ شو ذنب الأطفال هذه يعيشوا المجاعة هذه؟ الله المستعان، الله المستعان. مش عارفة ايش احكي لكم. يعني الطفل هاد امه مش عارفة تفطمه وبده اكل ياكل. يعني ما فيش بديل، فيش بديل. مثل ما انتم شايفين اطفال غزة يعانون من سوء التغذية، من سوء التغذية اطفال غزة يعانون. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي تركتونا لحالنا نواجه، تركتونا وخذلتونا كتير. وخاصة أهل فلسطين اللي سابونا، كانوا يقولوا من شان الله يا غزة، وغزة لبت لهم النداء. اليوم احنا بنحكي لهم من شان الله كيفوا معنا وخذلونا. هذه جزات غزة لما كانت تقف معكم يا أهل 48، يا أهل الضفة، يا أهل نابلس، أهل جنين. هذه جزات غزة إنها
وقفت معكم يوما ما احتجتوها، وقلتوا من شان الله اليوم غزة بتطلب منكم تقفوا معها، تساندوها. اليوم غزة مثل ما انتم شايفين، هذا الأطفال اللي انتم خذلتوها، وتركتوها لوحدها تواجه الجوع والمأساة، تواجه سوء التغذية، تواجه كل شيء. هذه الأطفال رغم صغرهم، سنهم الصغير، انحرموا من كل شيء، وهملوا الهم من بدري، شالوا الهم من بدري. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش ذنب الأطفال هذه؟ ايش ذنبها تعيش في القصف 24 ساعة، ما تنام الليالي وما تقعد النهار من شدة الجوع والألم. أنا كان قبل شوي كان هذا الطفل اللي أنا بفرجيكم إياه، هذا الطفل اسمه سند، قاعدين عند الخيمة اللي احنا موجودين فيها. قبل شوي جوالي كان في الشاحن، كنت أشحنه عند ناس، فما صورت لكم وهو يصيح، كان يبكي يعني قطع قلوبنا احنا. كيف أهله، الله يعين أهله، وهو يصيح بده أكل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أطفال غزة بموتون من الجوع وسوء التغذية. هذول الأطفال اللي انتم تركتوهم لحالهم، مثل ما انتم شايفين الطفل مثل ما انتم شايفين جعان. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تركتوهم لحالهم يواجهون. مثل ما انتم شايفين الطفل ببكي ألم، ببكي جوع، ببكي كل شيء. هذول أطفال قطاع غزة اللي تركتوها لوحدها تواجه مصير الحياة في قطاع غزة، هم هذول الأطفال. حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما انتم سامعين صوت الطفل وهو يبكي من الجوع والألم اللي تركتوه لحالنا يواجهون. هذول أطفال قطاع غزة يواجهون الجوع والقصف لحالهم. هاي أطفال غزة اللي خذلتوهم، هذول أطفال غزة اللي خذلتوهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه مصير حياتنا في قطاع غزة، إحنا وأطفالنا. هذه هي حياتنا في قطاع غزة. حسبي الله ونعم الوكيل. بكفي عالم خذلان، بكفي خذلان. إحنا مش ملاقيين رغيف الخبز ناكله، حتى كوباية المية، كاسة المية انحرمنا منها. كانت كوباية المية تسندنا عن جوعنا، تسندنا كوباية المية. هذا اللي انحرمنا منها عن كتير أشياء. لليوم إحنا بس نفسنا كاسة مية كتير نفسنا. هلأ إحنا في كاسة مية وانحرمنا منها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل خذلنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ولكم اصحوا. امتى ضميركم بده يصحى وتقفوا معنا وتسندونا؟ امتى احنا بنواجه يعني ايش بدي احكي لكم لما احكي لكم احنا ايش بنواجه في قطاع غزة. احنا كل يوم بمر علينا بكون مثل ما حكيت يوم صعب. احنا من التعب اللي احنا عايشينه في قطاع غزة مش قادرين نحكي ونعبر لكم عن مشاعرنا اللي بنعيشها في قطاع غزة. مش قادرين. احنا نفسيا تعبنا، احنا يا الكبار، احنا يا البنات تعبنا. كيف الأطفال عايشين الأجواء هذه في قطاع غزة؟ كيف يعني؟ احنا كتير نفسيتنا اتدمرت، وكتير نفسيتنا راحت. مش عارف يعني كيف أطفالنا اللي بيواجهون كل شيء. أطفالنا اللي انحرموا من كل شيء، أطفالنا انحرموا من أبسط حياتهم. أطفالنا في قطاع غزة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه يعني ايش بدي احكي لكم؟ يا عالم اصحوا، يا عالم اقفوا معنا، يا عالم ساعدونا لو بشيء بسيط. يا عالم احنا مش طالبين اشي، احنا طالبين ابسط حقوقنا في قطاع غزة اللي انحرمنا منها.
انحرمنا احنا من ابسط حقوقنا في قطاع غزة، انحرمنا من كل شيء، انحرمنا من كل شيء. اطفالنا كمان في قطاع غزة انحرموا من كل شيء، شبابنا انحرموا من كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. امتى ضميركم راح يسعى؟ والله لا تسألون يوم القيامة، والله لا تسألون انكم تركتوا اخوكم واخواتكم في غزة يواجهون المجاعة ويواجهون جيش الاحتلال الصهيوني لحالهم. والله لا تسألون، والله لا تسألون يوم القيامة، والله لا تسألون يوم القيامة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انكم تركتونا لحالنا، انتم تركتونا لحالنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا يعني مش قادر احكي، انا تعبنا، احنا تعبنا في قطاع غزة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا مش عارفة شو احكي لكم، شو احكي لكم بالمعنى اللي بنعيشه، مش عارفة يعني. انا هلا عن نفسي كنت اتمنى اشي اكله، هلا بتمنى اشي اشرب، كوباية مي اشربها ابر ريقي بهالشوب وهالحر اللي احنا عايشينه. اللي انحرمناها كاسة المي هذه، اللي انحرمناها كاسة المي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راح تسألون، راح تسألون، راح تسألون، راح تسألون يوم القيامة. راح أظل أقول لكم إياها، راح تسألون يوم القيامة. تسألون عن هذا اليوم اللي سبتونا وتركتونا فيه نواجه مصيرنا وحياتنا. هذا هو دينكم وهذا هو إسلامكم، ولكم إحنا مسلمين زيكم، ولكم إحنا بشر يا عالم، بشر. اللي الجيش الاحتلال اللي بيواجهنا بقصفنا طلع الحيوانات طلع الحيوانات قبل فترة، يعطوها يوجهوهم لدكتور نفسي يعالجهم. الحيوانات اليوم انتو يعني حقوق الانسان وين حقوق الانسان اليوم؟ ما في حقوق انسان اليوم، في حقوق حيوانات. صارت الحيوانات اليوم هي اللي يدوروا عليها ويعالجوها ويجيبوا لها كل ملازماتها، مثل ما انتم شفتوها قبل فترة. احنا البني ادمين اللي ما حدا سائل عنا. ولكم امتى احنا مسلمين يا عالم، احنا مسلمين، احنا في غزة مسلمين زينا زيكم، احنا مسلمين. وراح تسألون عن هذا اليوم، راح تسألون عن هذا اليوم، راح تسألون عن هذا اليوم. وراح يجي يوم الخصوم، راح يجي يوم الخصوم ونواجهكم فيه، راح نواجهكم فيه. وراح يجي هذا اليوم وراح نحكي يا رسول الله لا تشفع لهم لأمتك، يا رسول الله لا تشفع لهم لأمتك. تركونا وحدنا في قطاع غزة، نواجه المجاعة ونواجه الشوب ونواجه القصف، نواجه شلال الدماء اللي ما زالوا شغال بحق شعبي من صغيرها لكبير.